سعيدة على كل الجمعيات والمسؤولين في المؤسسات الأهلية. نرجع تاني لمواضيع ازاي نجيب فلوس في الجمعيات. احنا ناسيين ان احنا في عالم رقمي وفي ديجيتال. طب ليه مش بنستعمله؟ طب نستعمله ازاي يجيب فلوس؟ انت عارف ان التليفون ده يجيب لك فلوس بطريقة تانية خالص. كم واحد فيكم صور توزيع كراتين؟ كم واحد صور احنا بنعمل حالة يدوية؟ كم واحد صور مؤتمر؟ كم واحد صور ندوة؟ كم واحد صور حملات تبرع بالدم؟ كم واحد صور حالة اتعملت؟ كلها تصوير فيديو، كلها تصوير اكشن، يعني حاجة حقيقية. بدل ما افضل انزل على فيسبوك وتويتر وانستجرام وفيسبوك وتويتر وانستجرام وساعدونا والحقونا واتبرعوا لنا، عملنا 2 3 ناقصنا 4 ناقصنا 5، ده مش صح اصلا. وبيدي هويه مش حلوه. ليه؟ عشان انا بكره مش عارف في ايه، انا مستني دايما التبرع يجي لي، لا اما مش هعمل حاجه. احنا هنبيع حاجه تانية بقى خالص في المؤسسات والجمعيات عشان تقدر تجيب فلوس تقدر تعمل بيها تنميه حقيقيه ومجتمعيه، ما توقفش على التبرعات عشان الظروف المواتيه للبلد اصلا وللعالم كله. فانت تعمل ايه؟ ولد او بنت من المتطوعين هيتم تدريبه على عمليه التصوير الاحترافي سواء فيديو او فوتو، وهتبتدي تصور المقاطع الانسانيه، الامل، التفاؤل، التجاعيد، كبر السن، الطفوله، الطبيعه، الصباح، الاماكن الاثريه، الابداع اللي فيها، الحياه. صور ده مينيموم 5 ميجا بكسل، وارفع على ويب سايتس الانترنت مصدر دخل يقدر يجيب لك مواقع كتيرة جدا ترفع فيها وتعمل ابلود للصور بتاعتك والفيديوز بتاعتك. هتلاقي ناس تشتريها منك وهيجي لك عائد مادي. طيب اعمله ازاي؟ هتخش على المواقع دي الاول، هتفتح اكونت تجاري فيها باسم المؤسسة او الجمعية بتاعتك، وهتربطها بحساب البنك بتاعك، وهتبتدي ترفع الصور المطلوبة اللي هم طالبينها. ايه هم اللي طالبينها؟ كل حاجة في الحياة. ليه كل حاجة في الحياة؟ لان احنا في الزمن بتاع كولكت بيكتشر، كولكت فيديو. كل الناس بتجمع عشان الاي اي بيلموا ده، عشان المشروعات الدوليه بتبقى محتاجه ده، عشان انت بتصور واقع. الواقع اقوى من الاي اي. ما تروحش مع الاي اي محتاج دايما اكل 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 عشان يفضل يكبر 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 ويديك. ده مش هيتم لو انت وانا وغيرنا ما صورناش. طب ما هي كلها بقت تصوير. طب ما تخلي التصوير يجيب فلوس. طب ما افتح على الويب سايتس دي كلها، افتح على شاتر ستوك مثلا اهو، شاتر ستوك، الولاد نزلوا صوروا. طب نرفع الكلام ده مره مع مره مع مره، هتلاقي فيه انكم جالك. ميزه العائد المالي ده ان هو عائد مالي دولاري، يبقى انت بتفيد البلد وبتفيد نفسك كمؤسسه وجمعيه عشان فرق العمله ده هيفيدك في عمليات التنميه. خلينا نفكر كده، يعني فكر في التماشي مع التطور الغير مكلف عشان احقق عمليه حقيقيه. ده هيتحقق ازاي؟ طول ما انت بتشتغل ان اكشن في الارض لمؤسستك وجمعيتك، يبقى انت كيان بيحقق ايجابيه فيها اثر حقيقي. ارفع بيكتشر حقيقيه، ولكن نهتم لحاجتين. اول حاجه مش هنبيع كرامه، يعني لازم يبقى في انت بتبيع صوره بهجه وتفاؤل لانسان يكون ماضي وموقع على الكلام ده، لان هو يكون موافق. لو هتصور منشاه لازم المنشاه دي تكون عندها علم ومدياك موافقه، عشان ده بيتعمل له ابلود برده مع البيكتشر اللي انت بترفعها والصور، عشان في الاخر تلاقي مصدر دخل يتماشى مع التطور رقمي، يحقق لك عمله تانية، يحقق بيها فرق سعر. الفرق السعر ده هيحقق لك ان انت معاك فلوس كويسه تقدر تعمل بيها مشروعات تنمويه. يعني نبطل شحاته شويه ونركز ايه المشروعات اللي ينفع نعملها عشان يجيب فلوس تعمل تنميه. لو انت مش قادر تعمل مشروعات تجيب فلوس تعمل تنميه، ما ينفعش تفضل تعمل عمليات كولينج للفلوس. يعني انا عايز ناس تتبرع 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 وانت اصلا مش عارف تجيب فلوس. ممكن تعمل دونيت وتطلب الناس انها تتبرع لك، ولكن خلي الموضوع يمشي بشكل تانية خالص، ان انت بتعمل مشروعات وبتسند الموضوع بتاعك عشان تبقى انت ليك قيمه وفاليو. الفاليو مهم، لازم يلينا فاليو. الفاليو ده القيمه بتاعتك انت عشان الناس تساعدك فيما بعد. فلما تلاقي ان انت بقى عندك بنك صور، بنك فيديوز بترفعها، مش لازم تبتدي جديد. ارشف كده اللي فات كله، طلع كل اللي فات اللي انت فيه ينفع ولا لا. خش دور على المواقع دي، اكتب على جوجل انا عايز المواقع اللي بتدي فلوس وفيديو على الصور والفيديوهات وايه شروطها. هيديك ترت 1 2 3 4 5 الشروط. 1 2 3 4 5 املا 1 2 3 4 5 ابلود دان، انتهى الموضوع. بقى عندك اكونت على شاتر كيلر ولا شوتو مش عارف ازاي ده. انت مش لازم نعرف نقول اسمه، عادي جدا، بس عرفت ان المكان بيعرف يجيب فلوس فبيجيب فلوس، فليه ما يعملش فيه وهو مش متطلب مني ولا راس مال ولا حاجه معينه. ايه يعني؟ مش محتاج ان انت غير ان انت تطلع من اللجنه الاعلاميه بتاعتك حد متخصص قوي وفاهم ازاي يصور، وعينك تكون لماحه
عشان يبتدي ياخد زوايا تصوير احترافيه. ما عندكش ده، يبقى تجيب حد منهم وتدربه، توديه لجهه تدريبيه. سهل جدا. يبقى احنا وصلنا في الاخر لايه؟ ان احنا حققنا فكره مشروع توفر موارد ماليه للمؤسسه او للجمعيه بشكل رقمي. اشتغل كده، مش لازم كل حاجه اتبرعوا لنا اتبرعوا لنا اتبرعوا لنا. خلي الناس تتفرج ان انت بتعمل مشروع تمويلي. هبتدي اساعد معاك. هبتدي، انت محتاج ايه؟ طيب محتاج اضاءه، هساعدك. محتاج هتلاقي في ناس عندها استوديوهات بتقول لك عايزين نصور الحرف اليدويه اللي انت عايز تصورها عشان ترفعها مثلا. هتلاقي شباب متطوعين محترفين في التصوير هيساعدوك. هتلاقي شباب محترفين في العمليه الرقميه هيساعدوك في الابلود، وهيساعدوك في عمليه تجهيز الصوره انها تترفع، وهيساعدوك في الربط الرقمي والربط الالكتروني المالي بالبنك بتاعك. التسويق بالبلدي التسويق حاجه بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. جرب، فكر، خد قرار، مش هتخسر حاجه. ولو حابب تعرف ايه هي المواقع وازاي تتعامل معاها ابعت لنا وهنبعتها لك كلها. العفو عليكم.